السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي في كل مكان، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير يا رب. وحشتني كتير من الفيديو اللي فات. هنعمل النهارده حاجة حلوة جدا وسهلة وخفيفة وموفرة جدا جدا جدا، يعني محاربة لغلاء الاسعار اللي موجود دلوقتي. هنعمل حاجة كده سهلة، نوع من انواع الكفتة، موفر جدا وطعمه حلو جدا جدا. هنعمل النهارده كفتة الحمص. ايه كفتة الحمص دي يا نود؟ اه والله كفتة حمص، وتطلع طعمها تحفة. عندك اوبشن ليها كتير، ممكن تحط لها كده حتة لحمة مفرومة صغيرة، حتة فراخ مفرومة صغيرة. ممكن تعمليها زي ما انا هعملها كده سادة خالص، تنفع صيامي، تنفع خفيفة خالص ومن غير دهون ومن غير ايه، يعني تنفع حلو قوي للدايت. عندي هنا ربع كيلو من الحمص. كل اللي عملته فيه نقعته قبليها بيوم لحد ما انزل الميه اللي هي الصفرة اللي فيه ديت، وبعد كده غسلته غسلتين حلوين كده بعد ما اتنقى، وغليته لحد ما استوى. بصوا بقى عامل ازاي، يعني ايه، اتهرى خالص، سيبته لحد ايه ما اتهرى خالص. تمام. انا هشتغل النهارده على ربع كيلو. ممكن انتي تضعفي الكميه، بس انا عامله ايه، ربع كيلو بس. ممكن تعملي نص، ممكن تعملي كيلو، ممكن تتفرز كمان في الفريزر، بتبقى حلوه جدا واكنك بتاكلي كفته فراخ بالظبط، مش هتختلفيها عن الكفته بتاعت الفراخ، صدقيني ثقه يعني. عندي بقى هنا المقادير بتاعتي، عندي على الربع كيلو نص كوبايه من الدقيق اللي هتربط معايا العجينه دي. عندي ايه تاني؟ عندي بصلايه مبشوره، يستحسن تكون مبشوره حتى لو هتضربيها في الكبه عشان خاطر تبقى ناعمه ما تبانش معاكي في صباع الكفته. وعندي عودين تلاتة كده من الكزبره او البقدونس، انا مستعمله الكزبره بيمشي قوي مع الحمص. وعندي بقى التوابل الحلوه اللي هتديني طعم حلو ليها. عندي ملح، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ربع معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الكمون والكزبره. وديت مرقه دجاج، حابه تحطيها حبه، مش حابه ممكن تستغني عنها، بس هتطعمها لي وتديها تيست حلو قوي. كل اللي هنعمله هنعمل فيه ايه، هنحط الكلام الجميل ده كله في الكبه، لا اكتر ولا اقل. احطه في الكبه دلوقتي بسم الله، واطحنه طحنا مبرحا. انا لا حاطه زيت ولا حاطه سمنه ولا زبده ولا اي حاجه، هو هيطحن حلو قوي في الكبه معدي، هيلم وهيدي عجينه متماسكه وحلوه جدا. قبل ما تسرحوا مني بقى، مش تحطوا اللايك يا جماعه فوق اللي بتنسوه، تحطوا لي كومنت حلو كده وتشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هحط الكلام ده كله في الكبه. بصوا حبايبي، عندي هنا بقى في الكبه طبعا الحمص انا مصفيه كويس من الميه زي ما انتم شايفين. هنزل عليه كل حاجه كده كلها على بعض، البهارات بتاعتي، الدقيق والبصله وشويه الكزبره. حابه تحطي بقدونس حطي، حابه اي نوع بقى انت حباه. هضرب بقى الكلام ده كله في الكبه ضربا حلو جدا، ونرجع تاني الكبه. بصوا حبايبي، بصوا شكلها عامل ازاي، ابتدت خلاص تتجمع وتبقى عامله زي العجين بالظبط. بصوا عامله ازاي. هبتدي اكمل ضرب فيها لحد ما تبقى كوره ناعمه جدا وتلف كده على السكينه بتاعه الكبه، وارجع اكمل تاني. بصوا حبايبي القوام بتاع الكفته بتاعتي، بصوا ما شاء الله بقى، بصوا القوام بتاعه بقى حلو جدا. تتشكل بسم الله، معلش، بصوا تتشكل بكل سهوله. حابه يعني لو احتاجت معاكي شويه دقيق تاني مش مهم، يعني حط لها، لو احتاجت مثلا معلقه ولا معلقتين تاني مفيش مشكله، حط لها، بس ما تزوديش كتير عشان ما تبقاش مكتومه معاكي. نوع الكفته ده بيبقى حلو قوي، بتبقى عامله زي الكفته البانيه كده. شوفي لما بتعمليها كفر بتبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه. بسم الله. ممكن لو لزقت معاكي تمام ممكن تسيبيها ترتاح شويه في التلاجة، بتبقى سخنه طبعا من الضرب. وممكن كمان تحط لها دهنه زيت كده او غله ميه، هتلف معاكي. بصوا طبعا بقى ايه، عايزاها مدوره، عايزاها صوابع كده زي صوابع الكفته. بصوا القوام بتاعها تحفه، ولا متشققه ولا اي حاجه، يعني بصوا لا باين بصل ولا خضره ولا اي حاجه، ليه؟ عشان البصل كان مبشور اصلا من الاول. تمام. هصبع بقى كده كل الكميه دي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا الحجم انت بتتحكمي فيه. بصوا بقت عجينه حلوه جدا يا جماعه، الكفته دي جميله جدا، جربوها بجد على ضمانتي، حلوه جدا وموفره وطعمها حلو قوي للاطفال.
ولا يهمك يا توته، هزت اللي استعملت. بصوا حاجه كده فاخر من الاخر، ولا اجدعها كفته لحمه. هخلص بقى بقيه الكميه كلها بنفس الطريقه، ونرجع بقى نحمرها مع بعض ونشوفها في الزيت عملت ازاي. استنوني وتروحوش في اي حته، مش تحطوا لايك. بصوا حبايبي خلاص كده انا خلصت الكميه بتاعت الكفته بتاعتي ما شاء الله. بصوا حابه بقى تصغري الصباع تكبري الصباع، دي حاجه بترجع لك انتي. بصوا ما شاء الله عامل ازاي، مسك نفسه وناعم خالص، مفيهوش تشققات ولا اي حاجه. دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هبتدي اقليها زي الكفته العاديه خالص، كفته الرز. هي مش هينفع غير في القلي، او ممكن تدخلها الفرن، بس انا ما جربتش ادخلها الفرن بصراحه. انا بحمرها في الزيت بتبقى حلوه، اطلعها على مناديل مطبخ او شويه خضره كده تصفي الزيت بتبقى حلوه قوي. دي يا جماعه كفته بتبقى حلوه جدا، تعملي جنبها شويه مكرونه شويه بطاطس محمره، بتبقى اقتصاديه، والولاد مش هيعرفوا هي ايه دي، هي هياكلوها على ان هي كفته، فهي بتبقى طعمها حلو جدا. هروح دلوقتي على الزيت، انا دلوقتي حاطه زيت على النار تمام، مش كتير يعني، زيت عادي متوسط ومخليها يسخن. بصوا حبايبي عندي الطاسه هنا اهي، بسم الله. بصوا الزيت لسه قدامه ايه، سيكه خلاص اهو، سخن قوي. انا هحمرها على نار متوسطه الاول، تبقى نار عاليه، وبعد كده نار متوسطه، بحيث ان هي ما تتحرقش من بره. هي كده كده مستويه، احنا بنحمرها بس تاخد الكفر بتاعها الحلو. الزيت زي ما انتوا شايفين يعني مغطي ايه نصها. هنزل بقى في الكميه بتاعتي كده، ممكن تفرزيها في الوقت ده زي ما انتي حابه، تفرزيها في اطباق فويل، وبين كل طبقه وطبقه كيس تلاجة، هتبقى حلوه جدا. وبصوا ما شاء الله يعني، بصوا دوت ما شاء الله تبارك الرحمن، من ربع كيلو من الحمص، يعني حاجه كده توفير التوفير. هحمرها بقى، هتاخد حوالي 5 دقايق ولا حاجه على النار، تاخد اللون الحلو بتاعها كده، هتبقى ذهبي كده من بره اكنك عاملاها بانيه كده. بس وبعد كده هطلعها بقى، اقدمها شويه سلطه طحينه، شويه سلطه خضراء، زي ما انتي حابه بقى كده. تمام كده، هتتحمر بقى واقلبها واطلعها نشوف شكلها مع بعض. بصوا حبايبي الزيت بيغلي اهو خلاص، وغطاها بعد ما مليت الطاسه. بس اهم حاجه ما تجيش جنبها ولا تقلبيها، لان هي طبعا لسه عجين طريه، فما تجيش جنبها خالص لحد ما تلاقيها لونت معاكي ومسكت نفسها. فسيبيها كده براحتها خالص 5 دقايق كده، وابتدي قلبي فيها عشان ما تفكش منك. هي بصوا ما شاء الله الزيت بيغلي ولا فكت ولا حاجه. بصوا شكلها عامل ازاي، زي الفل. 5 دقايق وابتدي اقلب فيها. بصوا حبايبي بقى المنظر، بصوا ما شاء الله، بصوا الكفته حاجه كده تحفه، ولا فكت ولا شققت ولا اي حاجه. تتحمر كده تاخد اللون الذهبي بتاعها الحلو ده، واطلعه. اول ما ابتدي تمسك نفسها خلاص بقى هنزل بالشوكه كده اقلب بالراحه. شايفين المنظر؟ بصوا المنظر عامل ازاي، حاجه تحفه، وريحتها حلوه جدا، ريحتها قلب البيت بصراحه. كفته يعني ما بنهزرش. هخلص بقى بقيه الكميه بتاعتي واطلعها ونشوف شكلها والقرمشه بتاعتها. يعني بصوا حتى، بصوا وهي لسه اصلا في الزيت، هي بتقرمش كده، تاخد كفر كده مقرمش من بره، بيخليها تحفه جدا. بصوا حبايبي خلاص كده هطلعها. بصوا شايفين الجمال ما شاء الله عامله ازاي، حاجه كده واو. هطلعها بقى واصفيها كده من الزيت على مناديل. عايزه اقول لكم ان هي مش بتشرب زيت، يعني الزيت اللي انا حاطاه في الطاسه زي ما هو مقلش، هي ما بتشربش زيت خالص وبتبقى كريسبي كده. بصوا حبايبي خلاص كده انا خلصت الكميه بتاعتي ما شاء الله تبارك الرحمن. حطيت لها ايه فرشه كزبره كده او بقدونس من تحت، منها تشرب زيت ومنها تديها ريحه تحفه. بصوا بقى الشكل بتاعها، والله حاجه عظمه عظمه عظمه. ان شاء الله تجربوها تعجبكم جدا 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 باذن الرحمن يعني. وما شاء الله رميت كميه حلوه. بصوا بس عشان هي سخنه سخنه. بصوا قلبها من جوه هش خالص وطريه ومقرمشه من بره، هو المطلوب اثباته. حاجه سهله وخفيفه واقتصاديه، اتمنى تجربوها وتعجبكم. اتمنى منكم بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتشجعوني بكلامكم الحلو كده، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.